أن يعكروا صفو هذا الأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد الطاهرة. فقام هؤلاء المخربون بأعمال غوغائية ومظاهرات صاخبة راح ضحيتها عدد من حجاج بيت الله الحرام ورجال الأمن السعودي والمواطنين. هذا وقد صدر عن وزارة الداخلية مساء 7 من شهر ذي الحجة عام 1407 هجرية البيان التالي استكمالا لما أعلنته وزارة الداخلية على لسان مصدر مسؤول حول أحداث المسيرة الإيرانية، وإيضاحا مزيد من التفاصيل عن وقائع الممارسات الغوغائية والأعمال التخريبية التي ارتكبها الحجاج الإيرانيون بعد عصر يوم الجمعة الموافق ل6 من ذي الحجة عام 1407 هجرية في ساحة المسجد الحرام. تعلن وزارة الداخلية ما يلي: أولا، قامت تجمعات من الحجاج الإيرانيين بتشكيل مسيرة صاخبة أشاعت الفوضى والاضطراب بين حجاج بيت الله، وأوصدت منافذ الطرقات وعرقلت مسالك المرور، وحالت دون تمكن الحجاج والمواطنين ساعات طويلة من الانطلاق إلى مصالحهم وشؤونهم، كما أفسدت على الطائفين والقائمين عبادتهم في المسجد الحرام. ثانيا، عندما ضاقت صدور المواطنين والحجاج الآخرين المحتجزين عن الحركة بسبب المسيرة الغوغائية، حاولوا التدخل عن طريق التفاهم السلمي مع مقدمة المسيرة، وألحوا لهم في رجائهم بإفساح الطرق أمام النساء والأطفال المحتجزين في سياراتهم، إلا أن الإيرانيين أصروا على مواصلة المسيرة وسط هتافات توجه المتظاهرين إلى بيت الله الحرام، وأخذوا يدفعون المواطنين بالقوة والعنف، إذ حاولوا مع إخوانهم الحجاج الآخرين الحيلولة دون استمرار المسيرة. وهنا حاول رجال الأمن الذين كانوا يقفون على جوانب طريق المسيرة منع المواطنين وبقية الحجاج من الاصطدام بالإيرانيين المتظاهرين، حرصا على سلامتهم ودرءا للشرور. فما كان من المتظاهرين إلا أن استخدموا ضد رجال الأمن بما كانوا يحملونه في أيديهم وبين ملابسهم من العصي والمدي والحجارة. وعندها صدرت الأوامر لسلطات الأمن المختصة بالتصدي للمسيرة فورا وفضها وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي.
ثالثا، على إثر ذلك تراجع المتظاهرون في اندفاع فوضوي إلى الخلف، حيث تساقطت العشرات من النساء الذين كانوا وسط المسيرة تحت أقدام المتظاهرين، كما تساقط عشرات من الرجال الطاعنين في السن الذين زج بهم أسرا في هذه الأعمال الإجرامية. وما هي إلا لحظات حتى اختلط رجال الأمن والمواطنون بالمتظاهرين الذين أخذوا في حرق السيارات والدراجات وتحطيم عربات الأمن والمواطنين ومحاولة تحطيم بعض البنايات وإشعال النار فيها، لولا أن حال دون ذلك رجال الدفاع المدني. وتمكنت قوات الأمن من تطويق الحادث وفض المتظاهرين وفتح الطرقات أمام حجاج بيت الله والمواطنين. رابعا، أثبتت التقارير الأمنية والوثائق المسجلة صورة وصوتا أن أحدا من قوات الأمن أو المواطنين لم يطلق طلقة واحدة على أي حاج إيراني، بل إن الذي ثبت فعلا هو أن عددا من رجال الأمن والمواطنين قد أصيبوا في أمعائهم وصدورهم بواسطة سكاكين كان يخبئها الإيرانيون. خامسا، بلغ عدد الوفيات نتيجة لهذه الأعمال الإيرانية الغوغائية مع شديد الأسف 402 شخصا على النحو التالي: 85 من رجال الأمن والمواطنين السعوديين، 42 من بقية الحجاج الآخرين الذين تصدوا للمسيرة من مختلف الجنسيات، 275 من الإيرانيين المتظاهرين معظمهم من النساء. كما بلغ مجموع المصابين بإصابات مختلفة طبق إحصائية المستشفيات وبيانات وزارة الصحة 649 جريحا، منهم 145 من السعوديين رجال أمن ومواطنين، ومن حجاج بيت الله 201 حاج، ومن الإيرانيين 303. أما الخسائر في الآليات والمعدات فهي كالتالي: إحراق 3 سيارات و3 دراجات تابعة لقوات الأمن، وتحطيم عشرات السيارات من سيارات الأمن والمواطنين والحجاج.
فإن وزارة الداخلية إذ تعلن تفاصيل هذا الحادث بكل دقة وموضوعية، فإنها تجدد تحذيرها لكل من يحاول الإخلاء بقواعد الأمن أو يتجاوز حدود الآداب الإسلامية في الحرمين الشريفين أو في المشاعر أو خلال أداء المناسك. كما تطمئن حجاج بيت الله الحرام بأننا ساهرون على أمنهم وراحتهم بكل ما نملكه من طاقات وإمكانات، ونسأل الله أن يحفظ على هذا البلد وأهله الأمن والاستقرار.